كتير بنسمع جملة رياضة ما دخلها بالسياسة، وجملة تانية أشهر: السياسة لازم تبقى بعيدة عن كرة القدم. بس التاريخ وخصوصا تاريخ كأس العالم بيقول شيء تاني تماما، لأنه أحيانا المباراة ما بتكون بس بين منتخبين، بتكون بين سلطة وصورة، بين ديكتاتور وجمهور، وبين ملعب ومنصة سياسية. في نسخة كأس العالم 1934 بإيطاليا ما كان فينا نحكي عن كرة قدم بدون ما نحكي عن رجل واحد: بينيتو موسوليني. أهلا فيكم بالحلقة الأولى من برنامجنا خارج الملعب، البرنامج اللي بنرجع فيه لقصص من تاريخ كأس العالم، قصص ما انحسمت بس بالأهداف ولا بالصافرة ولا بمهارة اللاعبين، قصص كان فيها سياسة، سلطة، دعاية، فساد وصفقات، وحتى أحيانا حروب. حلقتنا الأولى رح تكون عن مونديال 1934، النسخة الثانية من كأس العالم، البطولة اللي استضافتها إيطاليا تحت حكم الفاشية. بس السؤال هون: هل كانت إيطاليا عم تستضيف كأس العالم، ولا كان موسوليني هو اللي عم يستضيف العالم حتى يصفق له؟ بداية الثلاثينات ما كانت فترة عادية بأوروبا، الفاشية بإيطاليا كانت صاعدة، وموسوليني كان عم يشتغل على صورة الدولة القوية، دولة منظمة شابة عسكرية منتصرة ما حدا بيقدر يوقفها. وكأس العالم كان فرصة مثالية، مو لأنه موسوليني كان عاشق لكرة القدم، بالعكس تماما، هو ما كان من النوع اللي بيتابع كرة القدم بشغف. ما كان الموضوع رياضة بريئة، بس كان بيعرف قيمة الصورة، بيعرف انه الملاعب الممتلئة والاعلام المرفوعة والكاميرات والصحف الاجنبية كلها ممكن تتحول لاعلان سياسي ضخم، اعلان يقول فيه للعالم: شوفوا ايطاليا، شوفوا ايطاليا الفاشية، شوفوا التنظيم وشوفوا القوة وشوفوا الشعب وهو عم يصفق. وقتها تنظيم كأس العالم ما كان مثل اليوم، ما كان مشروع تجاري وسياحي ضخم مثل النسخ الحديثة اللي عم نشوفها هلأ. بس بالنسبة لموسوليني البطولة كانت استثمار سياسي. إيطاليا تعهدت بتغطية تكاليف إقامة المنتخبات، تنقلاتها، والنظام بلش يبحث عن المال: ترويج لليانصيب، زيادة ضرائب على بعض السلع، ضمانات مالية للفيفا، كل هذا لتنطلق البطولة بموعدها. يعني من البداية البطولة ما كانت مجرد حدث رياضي، كانت مشروع دولة، أو أدق مشروع نظام. قبل أقل من سنة على كأس العالم صار واحد من أهم القرارات: رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تمت إقالته. ومين إجا مكانه يا حزركم؟ الجنرال جورجيو فاكارو، رجل عسكري وعضو في الحزب الفاشي. وهون لازم نوقف شوي. دولة ديكتاتورية قبل كأس العالم بشوي بتحط جنرال رئيس الاتحاد كرة القدم. هالموضوع ما عاد رياضة، صار إدارة سياسية للعبة. صار المنتخب مو بس منتخب، صار واجهة للنظام. صارت البطولة مو بس بطولة، صارت مسرح للدعاية. حتى الملصق الرسمي للبطولة ما نجا من السياسة. تقدم عدد كبير من الفنانين بتصاميم مختلفة، وكان في تصميم فائز بيظهر فيه حارس مرمى وكرة تدخل الشباك، تصميم رياضي طبيعي. بس رئيس الاتحاد الجديد، وهذا الجنرال اللي حكينا عنه الجنرال الفاشي، ما اختار تصميم تاني: لاعب بيرفع ايده بطريقة تشبه التحية الفاشية، وهذا اللي يعتمد. تفصيل صغير؟ لا أكيد، بالأنظمة الشمولية ما في تفصيل صغير، كل صورة محسوبة، كل حركة محسوبة، كل ايد مرفوعة لازم تخدم رسالة، والرسالة كانت واضحة: هي مو بطولة كرة قدم فقط، هي بطولة الفاشي. تخيلوا معي، حتى بوستر البطولة اللي مفروض يكون عن الكرة، الحارس، الجمهور، الشباك، تحول لمساحة سياسية. النظام ما كان بده بس تنظيم كأس العالم، كان بده انه يحط بصمته على كل شيء، على الاتحاد، على الملصق، وعلى الجمهور، وعلى صورة المنتخب، وعلى معنى الفوز نفسه. وهون بتبدأ القصة الأهم: كيف ممكن لنظام سياسي انه يصنع بطولة على مقاسه؟ حتى داخل الملعب كان في شغل سياسي واضح. إيطاليا احتاجت منتخب قوي، وموسوليني احتاج نصر سريع، فتم تجنيس عدد من اللاعبين القادمين من أمريكا الجنوبية، خصوصا البرازيل والأرجنتين والأوروغواي.
طبعا التجنيس الرياضي موجود وما له دائما مشكلة، بس المشكلة انه الفيفا غضت النظر عن بعض الشروط اللي كان لازم تتوفر لتغيير المنتخب اللي بيمثله اللاعب، ومنها شروط الإقامة لسنوات ببلد جديد وغيرها وغيراتها. بس وقتها الفيفا شافت وسكتت، او اذا بدكم الحقيقة شافت وقررت ما تشوف. وهون رح نوصل لنقطة بتتكرر كتير في تاريخ كأس العالم. الفيفا المؤسسة اللي مفترض انها تحمي اللعبة، بس في لحظات كتيرة كانت أقرب إلى شاهد صامت. أحيانا بتشاهد السياسة تدخل من باب الملعب، وبتشاهد الأنظمة عم تستخدم البطولة، وبتشاهد الشبهات، وبتشاهد الضغط، وبعدين بتقول اللعبة مستمرة. وهذا بالضبط اللي صار بعام 1934. خلال البطولة تحولت مباريات إيطاليا لمصدر جدل كبير، خصوصا أمام إسبانيا. العنف كان واضح والتحكيم كان متساهل جدا مع المنتخب الإيطالي، وبنصف النهائي أمام النمسا كان في مشهد شهير من الحكم السويدي إيفان إيكليند. الحكم تغاضى عن ركلة جزاء النمسا بعد لمسة إيد واضحة، وبلقطة تانية قطع كرة عرضية براسه وأبعد الخطر عن مرمى إيطاليا. إيه الحكم نفسه أبعد الكرة عن المرمى، وبدل ما يتم استبعاده بعد الجدل اللي صار تمت مكافاته وقاد المباراة النهائية. حكم عنده قرارات مثيرة للجدل، بيلعب دور غريب داخل الملعب، وبتنثار حوله انتقادات كبيرة. شو العقوبة؟ بيقود المباراة النهائية. أحيانا تاريخ كرة القدم بيخليك تحس انه بعض القرارات ما كانت تخرج من غرفة الحكم، بل من غرف السياسة. المباراة النهائية كانت بين إيطاليا وتشيكوسلوفاكيا. المشهد كانت أكبر من مباراة. موسوليني بالمنصة، قيادات الحزب الفاشي موجودة، والجمهور تحت عين السلطة، وحتى الحكام بحسب الروايات التاريخية أدوا التحية الفاشية أمام الدوتشي. وكأنه المباراة بدأت برسالة واضحة: نحن ما عم نلعب بس أمام جمهور، نحن عم نلعب أمام السلطة. المباراة امتدت لأشواط إضافية، وشهدت حالات تحكيمية مثيرة للجدل. ومن بين التفاصيل اللافتة انه الاستراحة بين الشوطين مددت لفترة طويلة حتى يتمكن الجهاز الإيطالي من علاج أحد اللاعبين. طبعا بالنهاية فازت إيطاليا. بس بعد الفوز ما كان كأس العالم وحده هو المهم. النظام الفاشي صنع كأس تانية، كأس من البرونز عليها صورة موسوليني وحملة اسم حزرتوه كأس الدوتشي. وهون صارت الرسالة فاضحة: الفوز ما عاد فوز فقط لمنتخب إيطاليا، الفوز صار فوز لموسوليني، فوز الحزب وفوز الفاشية. حتى الكأس صار يحمل وجه الزعيم. وهون لازم نسأل: مين ربح كأس العالم بعام 1934؟ إيطاليا، لاعبين، الجمهور، أو كرة القدم؟ أكيد رسميا إيطاليا هي البطل، بس سياسيا موسوليني تعامل مع البطولة كأنه إنجاز شخصي، كأنه الكأس شهادة على قوة نظامه، وكأنه الفوز في الملعب يعني إنه الفاشية انتصرت على العالم كله. وهذا تحديدا خطر الرياضة لما تقع في يد الدعاية، لأنه الهدف ما بيبقى هدف، والكأس ما بيبقى كأس، والمنتخب ما بيبقى منتخب. كل شيء بيتحول لصورة الزعيم. مونديال 34 ما كان مجرد نسخة قديمة من كأس العالم، كان درس مبكر بعالم الرياضة والسياسة. درس بيقول إنه الأنظمة ما بتحتاج دائما لخطاب طويل لتروج لحالها. أحيانا بتحتاج لملعب ولجمهور ولحكم متساهل ولمنتخب عم يفوز ولكاميرات طبعا تنقل كل هالصورة للعالم. موسوليني فهم هذا الشيء مبكرا، وفهم إنه كأس العالم يمكن تكون منصة مو للرياضة بس، للسلطة كمان. بهالمونديال بدأت واحدة من أوضح قصص تدخل السياسة بكأس العالم. بطولة استخدمت لتلميع نظام فاشي، منتخب تحول لرمز سياسي، وفوز صار جزء من الدعاية الفاشية أو الدعاية الدوتشية. ومن يومها السؤال حاضر: هل يمكن فعلا فصل الرياضة عن السياسة؟ أو أن كرة القدم كل ما كبرت صارت أقرب إلى السلطة والمال والصورة؟ بالحلقة القادمة رح ننتقل من إيطاليا الفاشية للأرجنتين العسكرية ومونديال 1978 والاختفاءات القصرية والجنرالات، ومباراة انتهت ب6 أهداف بس خلفها بقت واحدة من أكثر القصص غموضا بتاريخ كأس العالم. كنا معكم بالحلقة الأولى من قصص
لم تحسن بالصافرة. سلام.